تتشوفوا معايا هاد السينيغالي هذا اللي تيتواجد في مدينه مراكش خدام في واحد المارشي، والناس كاملين تيحبوه تماك وكاملين تيبغيو، عنده واحد المعامله زوينه وتيتعامل مع الناس. ولكن هاد الايام هادو اللي تعرض للضرب والسبان والمعيور من طرف بعض الناس، تيسبوه تيعايروه. هو تيقول لكم انا عايش في المغرب مده كبيره ومجوج وعندي ولادي هنايا، علاش تسبوني وعلاش تعايروني وعلاش هادشي كامل؟ هذيك كره بيناتكم يعاودوا راسهم. هما داو الكاس، انا شنو عندي؟ واش عطاوني منهم الفلوس؟ ما عطاوني حتى حاجه. ولكن خاصنا نكونوا خوت. تيقول لكم هاد السينيغالي هذا خاصنا نكونوا خوت حنايا، ما خاصناش نكونوا عديان. ماشي الكره تفرقنا، ماشي الكره اللي هدي العداوه بيننا وبينكم. هما داو الاموال، داو الفلوس، اللي دا شي حاجه راه داها. ولكن حنايا اللي بقينا، واش حنا غنخلصوا؟ لا، ما تخلصش اخويا. وتا هادوك الناس المغاربه اللي عندكم وفي السنغال ما خاصهمش يخلصوا. حتى هما خاصك انت اخويا تقول واحد الكلمه ديالك. انت مؤثر، عندك صفحه ديالك وفي الفيسبوك، في التيك توك او في اليوتيوب. انت غتخرج وغتكلم مع الجمهور السنغالي وغتقول لهم انا راه عايش في المغرب وانا راه تيتعاملوا معايا المغاربه مزيان. انت غتقول لهذوك الناس باش ما يضربوش خوتنا المغاربه في السنغال، حيت راه تعداو عليهم الصراحه تقال. حيت نهار الماتش اللي واحد مول القهوه مغربي عنده القهوه وتيتمنى ما يماركيش هذاك البيلانتي، تيدعيو يا ربي يا ربي ما يتماركاش. كنت ماركا كون انا لله وانا اليه راجعون. هذوك المغاربه مساكن كون ماتوا كاملين، كون صفاوها لهم كاملين، كون سبحان الله العظيم. ولكن شو غنقولوا؟ هاد السيد هذا اللي خرج وتكلم وقال لكم انايا راه ما مني والو، هو فعلا هو خدام على راسو، مدبر على راسو. ولكن القضيه ما فيها هو خاصو حتى هو يخرج ويتكلم ويبين ويتكلم حتى هو، ماشي زعما يتكلم. هاد السنغاليين اللي كاينين في المغرب راه خاصهم يديروا فيديوهات، خاصهم يتجاوبوا مع خوتهم تماك ومع الجماهير السنغاليه ومع الشعب السنغالي باش ما يتعداوش على المغاربه تماك. حيت المغاربه مساكن بزاف. شفنا فيديوهات واحد الدار اللي هرسوها، واحد الدار اللي حرقوها، وهرسوا قهوه وهرسوا محلات وهرسوا شحال من حاجه. ولا شافوا شي مغربي دايس يسبوه تيعايروه تيدمروا عليه. راه عليها المغاربه هنايا، المغاربه اللي بقى فيهم الحال بزاف، حيت قالوا بحال سرقوا لنا الكاس من بلادنا. بحال سرقوه. كيفاش سرقوه؟ واحد نعمل السينما والدوله منظمه واحد الكاس في المغرب، في الاخير تيجيو وحدين تيخرجوا من التيران وتيديروا الفوطه وبالباله وتيضربوا الامن وتيديروا شحال من حاجه، وفي الاخير تنبغيو نماركيو البيت. تتنوض المقاتله في السنغال وفي هادي وفي هادي وفي هادي وفي هادي. في الاخير ابراهيم مسكين اللي ضيع بيلانتي باش ما توقعش شي مشاكل بزاف، باش ما توقعش المشاكل وما يوقعوش شي حاجه اللي صعيبه. اللهم يديو الكاس ولا مساكن المغاربه اللي في الديار ديالهم توقع لهم شي حاجه، في الديار ديالهم توقع لهم شي حاجه. على هاد الشيء اللي شفنا تيألم الخوت الصراحه تقال، تيألم. تنشوف واحد الناس كنا تنتعاونوا معاهم وتنوقفوا معاهم وتنديروا معاهم شي حاجه اللي ما تدارش، في الاخير تيغدروا بينا. يا الله، في الاخير المدرب اللي جا دا الشهاده ديال المدرب من المغرب، وفي الاخير تيجي ولبلادنا وتيولي يدير شي حركات عنصريه، شي حاجه اللي حيت ما فيهمش الخير. يعني الخير ما عندوش باه، حتى ما دير الخير، ولكن في الاخير ترجع لك بوم زوين. في الاخير تيرجع لك بوم زوين. هاد الناس هادو اللي رحبنا بهم ودرنا وشي دول اخرين تيجريو عليهم بحال الجزائر، بحال مصر، بحال سميتو، والله ما يدخلوا عندهم. اللي دخل عندهم يجريو عليه. سير بحالك. وحنايا اللي في المغرب مترحبوا بهم وشحال من حاجه، وفي الاخير تيديروا هاد الحال هذا. في الاخير تيوليو يضربونا ويدابزوا معانا ويسبونا.
وتيتعنصروا علينا في بلادنا. انا ماشي تنحرض، ما تنحرض حتى واحد، حنا تنقولوا غير الحقيقه. هذه هي الحقيقه المره، هذه هي الحقيقه المره باش تعرفوها الخوت. حيت المغاربه دابا مساكن في السنغال اللي خايفين تا هما تماك، بحال نتوما خايفين هنايا تيسبوكم تيعايروكم تيسميتو، تا هما المغاربه مساكن تماك راه خايفين. تا هما المغاربه تماك اللي خايفين، وداو ليهم رزقهم وهرسوا ليهم وداروا لهم شحال من داروا لهم الطروبيلات، هرسوا الطروبيلات، هرسوا لهم الديور، حرقوا لهم المحلات، كلشي هرسوا تماك. الا شنو نقول لكم، وهذوك الناس الحاقدين وهذوك الناس الحاسدين وهذوك الناس اللي ما حامليناش، حنا غنبقاو غاديين في المجال وغاديين في العطاء وغاديين في البلاد ديالنا باش تولي زوينه. والحمد لله البلاد ديالنا غاده زوينه وهتبقى زوينه. وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله.